السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا الأعزاء. قبل ما تشاهد الفيديو أتمنى من كل شخص أنه تشترك بالقناة إذا كنت ما مشترك، وفعل جرس الإشعارات حتى يوصلك الخبر أول بأول. ولا تنسى اللايك ودعمك للفيديو بتعليق، وأي سؤال أي استفسار اتركوا لنا بالتعليق، وإن شاء الله راح نجاوب على جميع الأسئلة والاستفسارات. رابط قناة التليجرام خاصة بوزارة التربية وأخبار وزارة التربية وجميع الملخصات والحذوفات تلقوها أسفل الفيديو في صندوق الوصف وبالتعليق المثبت. أتمنى من الجميع الانضمام بها. طلابنا الأعزاء، هواي ناس تسأل إنه عطلة السبت تطبق من الأسبوع اللي يجي أو من هذا الأسبوع، وليش ناس مداومة وليش ناس ما مداومة. بالنسبة لهذا الشيء وزارة التربية أصدرت توضيح بخصوص هذا القرار. طبعا انطت هذا القرار هيئة الرأي بخصوص تعليق عطلة يوم السبت ويجعلوه دوام بسبب الزخم اللي موجود بالمدارس الثانوية والابتدائية بالطلبة والتلاميذ، لأن زخم كلش كبير وجاي مثل ما نقول اكو حالات اختناق إلى آخره، أو المعلم أو المدرس ما يقدر يؤدي واجبه بالصورة الصحيحة، فاقترحت أنه يكون هذا القرار. أضافت الوزارة في بيان بهذا الخصوص أن الدوام سيكون للمدارس التي تعاني الاكتظاظ، على أن يتم تقدير ذلك من قبل السادة المديرين العامين للتربية في بغداد والمحافظات كافة. كما أضاف البيان أن دوام الهيئات التدريسية والتعليمية والطلبة والتلاميذ سيبقى بواقع 5 أيام في الأسبوع، من ضمنها يوم السبت لتقليل اكتظاظ الطلبة والتلاميذ في الصفوف. هذا بالنسبة لعطلة يوم السبت. أما من جانب آخر، لجنة الأمن والدفاع النيابية تطبيق مشروع قانون خدمة العلم التجنيد الإلزامي راح يتم بعد تشريعه وبعد 2 سنين من نشره بجريدة الواقع العراقية، يعني على أساس باكر الأحد يقعدون ويصوتون عليه، ورا 2 سنين يلا يتطبق. طبعا اكو ناس تقول لك اذا طبق هذا القانون وصوتوا عليه باكر الأحد، من يشمل عمر من؟ يشمل هذا العمر التجنيد الإلزامي من عمر 18 سنة إلى عمر 35. زين، واللي عنده شهادة شلون؟ طبعا اللي عنده شهادة متوسط يخدم 18 شهر، واللي عنده شهادة الإعدادية يخدم 12 شهر، واللي عنده شهادة جامعية أو معهد أو ما يقارب لهاي الشهادات يخدم 9 أشهر، واللي عنده شهادة الماجستير أو الشهادة اللي تحاذيها يخدم 6 أشهر، واللي عنده شهادة الدكتوراه يخدم 3 أشهر. الراتب راح يكون ما بين 600 إلى 700 ألف دينار، ونسأل الله أن يحفظ العراق أرضا وشعبا. هاي أبرز الأخبار اللي إجت اليوم ويوم أمس يوم الجمعة. لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس.